مشاكلنا في الحبوب احنا عندنا بخلاف التغيرات المناخية وربما الانحباس نتاع الأمطار، شو مشاكلنا؟ ثم المشاكل الخاصة بالفلاحين، يعني مشاكل خاصة، مشاكل عقارية، عندك مشاكل كيف مشاكل مادية. الفلاحين عندك لازم تعرف اللي عندك أكثر من 60% من الفلاحين يعتبروا صغار الفلاحين، وكي نحكوا على صغار فلاحين يعني فلاح اللي عنده من 10 هكتارات فما أقل. كذلك عندك مشاكل أخرى اللي هي مشاكل الانجراف متاع التربة. عندك مناطق توا تعرف برشا بمشاكل انجراف التربة، وإذا كان صار انجراف التربة فإنها الطبقات الخصبة للتربة فإنها مع تتأثر مع أي الأمطار نعرفها كالأمطار الخريفية خاصة، واللي تبدأ مع الحرث متاع الفلاحين، تجي ساعات أمطار خريفية كبيرة برشا بكميتين فإنها تجرف معها وهذا مشكل لأنه أنت طبقات الخصبة من الأول إذا كان جرفت طبقات الخصبة كي نزرعوا باش عنا تأثر كبير. وهذاك علاش كذلك أن احنا في الحراثة كتقنية الحراثة فإن نقوم كيف بأيام إعلامية مع جميع القطاعات المتداخلة باش نوريو خاصة الفلاحين اللي في المنحدرات كيفاش يحرثوا.